السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم. كل لما حليت امتحانات أكتر كل ما كان فرصتك في تقفيل المادة أكبر وأكبر. فاقرا القطعة كويس قوي، افهمها كويس قوي، هتعرف تعرب ان شاء الله، وهتعرف تستخرج المنادى البدل والممنوع من الصرف واسلوب المدح واسلوب الذم، كله هيبقى سهل ان شاء الله. ولدي اعلم ان طموحنا يعني امتلاك حافز قوي لتحقيق النجاح معناه، وقوة جبارة تمد الإنسان بطاقة كبيرة آملا بها تحقيق الإنجازات وكسر دواعي الجمود. فإذا كنت تمتلكها فلا تسمح لأحد بالإقلال من شأن طموحك أو الخلط بينه وبين الطمع أو الجشع. ونعمة الصفة المراد التحلي بها الطموح. نعرب يعني امتلاك. أول خطوة في الإعراب، امتلاك اسم ولا فعل؟ امتلاك اسم. الناس اللي ما بتفرقش بين الاسم والفعل، عندك فيديو اطلب مني الرابط أبعتهولك. امتلاك اسم. هل الاسم ده بدأ بجملة عشان أعرب مبتدأ؟ لا، يبقى لازم أعرب الكلمة اللي قبليه. يعني هي دي الخيط اللي هيوصلني لإعراب كلمة امتلاك. يعني فعل مضارع. طيب الفعل يلزم له فاعل. هل امتلاك هي المقصودة بكلمة يعني فتبقى امتلاك فاعل؟ مين اللي يعني؟ اقرا الجملة من أولها. اعلم أن طموحنا يعني امتلاك حافز قوي. مين هو اللي بيعني؟ اللي بيعني الطموح. يعني الطموح امتلاك. امتلاك إجابة سؤال ماذا، يبقى امتلاك مفعول به منصوب بالفتحة. لتحقيق النجاح. النجاح اسم ولا فعل؟ النجاح اسم. طيب بادئ بالكلام عشان ممكن نعربها مبتدأ؟ لا، ما بدأش بالكلام. نعرب اللي قبليها لتحقيق. تحقيق اسم ولا فعل؟ خد بالك، دي كلمة تحقيق مش تحقق ولا تحقق، عشان كتير قوي من أبنائنا الطلاب بيتلخبطوا في كلمة تحقيق. تحقيق اسم، لكن لو كانت تحقق فعل ماضي وتحقق فعل مضارع، إنما تحقيق اسم. طيب قبلها اللام، يبقى طالما تحقيق اسم يبقى اللام دي حرف جر. ما تقولش بقى اللام دي لام التعليل ولا دي لام التعليل او لام الامر. لام التعليل ولام الامر بتدخل على الفعل، لكن لو كانت لتحقق، لو قلت لتحقق اللام هتبقى لام التعليل او لام الامر حسب بقى الجمله اللي عندك، وكانت تحقق تبقى فعل مضارع وتعربها بقى. انما هنا لتحقيق اللام حرف جر. تحقيق اسم مجرور باللام وعلامه جر والكسره، والجار والمجرور هنا مفيش قبله فعل، إذا النجاح هنعربها مضاف إليه. يبقى امتى تعرب الاسم اللي بعد الجار والمجرور مضاف إليه؟ لما يكون الجار والمجرور مفيش قبله فعل، لأن لو الجار والمجرور في قبله فعل جايز جدا الكلمة اللي بعد الجار والمجرور تبقى فاعل أو مفعول به. يبقى النجاح هنا مضاف إليه مجرور بالكسرة. بطاقة كبيرة آملا بها. كبيرة، طاقة كبيرة. ما صفة الطاقة؟ إنها كبيرة. ممتاز جدا. يبقى كبيرة دي صفة، وصفة يعني نعت، يبقى كبيرة نعت. طب النعت ده تابع بيتبع اللي قبله في الإعراب. طاقة مجرورة بحرف الجر الباء، يبقى كبيرة نعت مجرور بالكسرة. طب كلمة آملا نعربها إيه؟ ركز وخد بالك إن دي كلمة آملا مش أملا. أصل كلمة أملا دايما بتيجي مفعول لأجله، إنما دي مش مفعول لأجله. لما أقول ذاكرت أملا في النجاح، فأنت تقول سؤال لماذا ذاكرت أملا في النجاح، فأملا تبقى مفعول لأجله لأنها إجابة سؤال لماذا. لكن هنا دي مش أملا، دي آملا، ومش إجابة سؤال لماذا. يعني لو حطيت سؤال إيه؟ لماذا تمد الإنسان بطاقة كبيرة؟ هل تبقى الإجابة آملا بها تحقيق الإنجازات؟ لا. أمال آملا دي إجابة سؤال إيه؟ خد بالك، آملا إجابة سؤال كيف. كيف تمد الإنسان بطاقة كبيرة؟
آملا بها تحقيق الإنجازات، فآملا حال منصوبة بالفتحة، والكلمة دي صعبة ويعني شوية، ما هو لازم النحو هيحط لك تكات، نص النحو على الأقل هتبقى حاجات مش سهلة قوي، وإن اللي هيجاوبها الطالب الشاطر. الطالب الشاطر ده هيبقى شاطر إزاي؟ لما يحل كتير، حل كتير. فأنت هتاخد الخبرة. الخبرة مهم جدا يا ولاد. الاستخراج عايز منادى وبين نوعه. طبعا عشان تستخرج منادى أول حاجة تدور على حرف النداء، وعندك أكتر حرف نداء بيجي اللي هو يا. ما لقيتش يا دور على أي والهمز أو الهمزة، دور على أيا أو هيا. طب ما لقيتش أي أداة نداء زي ما في القطعة اللي قدامك دي، لو دورت مش هتلاقي أي أداة نداء، يبقى هنا أداة النداء محذوفة. طب أنا هوصل للمنادى إزاي؟ بدايما يا في أول الفقرة يا بعد الفصلات. لما تلاقي فاصلة بين كل جملة وجملة، شوف الكلمة اللي بعد الفاصلة أو شوف الكلمة اللي أول الفقرة ينفع تحط قبلها أداة نداء ولا لأ. فتلاقي عندك في بداية الفقرة بيقول لك إيه؟ ولدي. ينفع أقول يا ولدي؟ تمام كده، يبقى ولدي هنا منادى. طب نوع المنادى إيه؟ طبعا المنادى كلمة ولد، والياء دي ياء المتكلم. الياء دي من الضمائر المتصلة، وانت عارف ان اي منادى يتصل بيه ضمير يبقى المنادى ده نوع منادى ايه؟ برافو عليك، منادى مضاف، لان المنادى هنا كلمتين مش كلمة واحدة. ولدي ولد، والياء دي ياء المتكلم، المنادى هنا كلمتين. وطبعا اعرفك يوجد يعني اكتر من فيديو لشرح المنادى، لكن اكتر فيديو يسعفك دلوقتي هو الخلاصة في شرح المنادى، ده اللي هيعرفك ازاي توصل لنوع المنادى بطريقة سهلة جدا. ولو عاوز رابط الفيديو نبعتهولك، وهنحطه برضو في نهاية هذا الفيديو ان شاء الله في عروض الفيديوهات الأخيرة. عايز ممنوع من الصرف وبين علة منعه. يعني ايه السبب اللي منعه من الصرف؟ اللي عاوز شرح الممنوع من الصرف 3 فيديوهات موجودين لشرح الممنوع من الصرف. اللي مش هيعرف يوصل عن طريق قوائم التشغيل يقول لنا ونبعت له الفيديو اللي هو عاوزه. طبعا اول حاجة تدور عليها في الممنوع من الصرف، دور على صيغة منتهى الجموع. برضو من اكتر حاجة بتيجي في الامتحان الصفة اللي على وزن افعل، زي كلمة افضل واكرم. السطر الثاني عندك في صيغة منتهى الجموع. فين هنا صيغة منتهى الجموع اللي في السطر الثاني؟ هقرا لك انا السطر وعايزاك انت اللي تطلعه. الإنسان بطاقة كبيرة آملا بها تحقيق الإنجازات وكسر دواعي الجمود، فإذا كنت تمتلكها. فين بقى هنا صيغة منتهى الجموع؟ في ناس هتقول الإنجازات، لا، الإنجازات جمع مؤنث سالم مش جمع تكسير. الإنجازات المفرد الإنجاز آخره ألف وتاء، يبقى ده جمع مؤنث سالم مش جمع تكسير. وصيغة منتهى الجموع لازم تكون جمع تكسير، وفي وسطه ألف وبعد الألف حرفين على الأقل. تمام كده، ممتاز جدا اللي طلعها. دواعي، كسر دواعي الجمود. دواعي، طب أنا مش متأكد إن دواعي جمع تكسير، هات المفرد. دواعي مفردها إيه؟ دواعي مفردها داعي. داعي يبقى جمع تكسير دواعي، وفي وسطها ألف وبعد الألف حرفين، يبقى هي دي صيغة منتهى الجموع وهي دي الممنوعة من الصرف. رقم 3 مخصوص بالمدح. طبعا انت عارف لما يقول لك مدح بتدور على نعمة وإيه وحبذا، لكن لو قال لك ذم بتدور على إيه؟ بتدور على بئس ولا حبذا. طب ندور على المدح. عندنا في السطر الأخير آخر كلمة ونعمة الصفة المراد التحلي بها الطموح. دي هنا اسلوب المدح. هو ما قاليش استخرج الاسلوب كله، لو قال لي اسلوب مدح هكتب له كل الجملة دي، لكن هو ما طلبش الاسلوب، طلب المخصوص بالمدح. طبعا هنا المخصوص صعب شوية. انت لازم تقف كده على الجملة وتقعد تسأل نفسك اكتر من مرة هو بيمدح ايه بالظبط، هو عايز يمدح ايه. ونعمة الصفة المراد التحلي بها الطموح، هو هنا بيمدح ايه بالظبط؟ فين هنا المخصوص بمدحي؟ المخصوص الطموح. اعرابه طبعا انت عارف المخصوص مع نعمة ومع بئس ليه اعرابين، يا تعربه مبتدا يا بتعربه ايه؟ خبر. لو اعربته مبتدا قول مبتدا مؤخر مرفوع بالضم، والجملة الفعلية اللي قبليه خبر مقدم. لكن لو اعربته خبر تقول خبر لمبتدا محذوف تقديره هو الطموح. بدل وإعرابه. طبعا البدل انت عارف اول نوع من البدل تدور عليه في القطعة هو البدل المطابق او البدل الكل من كل. اول حاجة تدور على اسم اشارة وبعدها اسم في الف ولام.
وتدور معاها على العلم اللي قبله اسم ممكن يحل محله. ده البدل المطابق أكتر حاجة بتيجي. ما لقيتش بتدور على بدل بعض من كل أو اشتمال. طب ده بعرفه منين؟ غالبا هيكون البدل فيه ضمير زي هاء الغيبة وبيعود على الاسم قبليه. وتاخد بالك من حاجة مهمة، البدل اسم وبيسبقه اسم. لو شكيت في كلمة انها بدل وقبلها فعل يبقى ده مش بدل يا ابني. هساعدك واقول لك القطعة هنا ما فيهاش بدل مطابق، ما تدورش عليه، فيها بدل اشتمال. فينه؟ اساعدك اكتر في السطر الاول. يلا دور لي مين هيجيب بدل الاشتمال اللي في السطر الاول. يعني بتدور على اسم في ضمير وقبله اسم، والاسم اللي فيه ضمير ده جزء من الاسم اللي قبليه، بس جزء معنوي ما اقدرش امسكه بايدي. يعني هقرا لك السطر الاول. ولدي اعلم أن طموحنا يعني امتلاك حافز قوي لتحقيق النجاح معناه وقوة جبارة تمد. فين البدل الاشتمال؟ بارك الله فيك يا ابني، بارك الله فيك يا بنتي. معناه، مش كلمة معنى آخرها هاء الغيبة، ومش المعنى ده جزء من النجاح، جزء معنوي ما اقدرش امسك المعنى بايدي، ما اقدرش افصل المعنى عن النجاح، يبقى معناه بدل اشتمال. قال لك واعربه. طبعا انت عارف ان البدل من التوابع زي النعت وزي العطف، فلازم اعرف كلمة النجاح. واحنا اعربناها النجاح اعربناها مضاف اليه مجرور بالكسرة. يبقى معنى بدل مجرور بالكسرة، بس هنا الكسرة المقدرة لان مش هقدر احطها على الالف. ده علامة صح وعلامة غلط. يا عادلا انصف المظلوم. المنادى عادلا نكرة غير مقصودة. هنا عادل يا ولاد مش علم مفرد. ليه مش علم مفرد؟ لأنها لو كانت علم مفرد كان جابها مبنية. العلم المفرد حكمه البناء وبيبنى على ما يرفع به عادل مفرد. لو كانت مبنية كان قال يا عادل، لكن طالما قال يا عادلا يبقى هو مش يقصد شخص اسمه عادل، هو يقصد معنى صفة العدل. وعادلا هنا فعلا هي نكرة غير مقصودة، يبقى العبارة صح. نعم صحبة المجتهدون. كلمة صحبة تعرب فاعل، طبعا غلط. ليه بقى؟ في ناس هتغلط وتقول نعمة وبئس اللي بيجي بعديها بيكون فاعل، بس هنا مش فاعل. ولاحظ ان انا لما قريتها صحبة نونتها بالنصب. ليه؟ صحبة هنا تمييز منصوب بالفتحة، والفاعل بتاع نعمة ضمير مستتر تقديره هي. نعمة هي صحبة. طبعا الجملة هنا صعبة جدا لأنه ما حطلكش التنوين في كلمة صحبة. طب أنت تقول لي يا أبلة أنا هعرف منين إذا كانت صحبة فاعل ومرفوعة بالضمة وهو ما حطليش ضم، ولا هعرفها إزاي إنها تمييز منصوب بالفتحة وهو ما حطش الفتحة؟ هقول لك تعرفها إزاي. لو كانت صحبة فاعل كانت هتبقى ايه؟ نوع الفاعل مضاف الى ما فيه ال، يبقى لازم كان يحط لي كلمة تاني قبل كلمة المجتهدون، لان المجتهدون هي المخصوص بالمدح، فلازم كان يقول لي نعم صحبة البشر مثلا المجتهدون. يبقى خد بالك امتى كلمة صحبة او كلمة صفة او اي اسم نكرة يبقى فاعل وهو مش حاطط لك التشكيل عشان تعرف. يبقى فاعل لو في بعديه كلمة مش هي المخصوص بالمدح، فيبقى نوع الفاعل مضاف إلى ما فيه ال، فلازم يقول لك نعم صحبة البشر المجتهدون. ساعتها كالصحبته تبقى فاعل مرفوع بالضمه ونوع الفاعل مضاف الى ما فيه ال. حيث بقى ان هو جاب لك المخصوص بالمدح بعد كلمه صحبه على طول، يعني جاب المخصوص بالمدح بعد الاسم النكر على طول، يبقى صحبة مش صحبة. لا صحبة تمييز منصوب بالفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والمجتهدون ده هي المخصوص. يبقى هنا غلط مش فاعل إنما صحبة تمييز منصوب بالفتحة. السؤال رقم د. أعجبني الطموح نظامه. الطموح أعجبني نظامه. عايزين نعرف كلمة نظامه في المثالين. طبعا واحدة فيهم بدل. طيب مين فيهم اللي بدل ومين فيهم اللي مش بدل؟ قلت لك لسه من شوية البدل بيسبقوا ايه؟ بيسبقوا اسم ولا فعل؟
البدل لازم يسبقه اسم، احفظ دي كويس قوي. البدل لازم يسبقه اسم، لان البدل قبله المبدل منه اللي ممكن يحل محله او يبقى جزء منه. ها، مين فيهم اللي سبقها اسم؟ بارك الله فيك. يبقى المثال الأول: أعجبني الطموح نظامه، يبقى نظامه هنا بدل مرفوع بالضمة لأن الطموح اللي قبلها فاعل. أعجبني هو إيه اللي أعجبني؟ الطموح فاعل مرفوع بالضمة، يبقى نظامه بدل مرفوع بالضمة، وهاء الغيبة ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طب نظامه التانية هنعربها إيه؟ قبلها أعجبني أعجب فعل مضارع. مين اللي أعجبني؟ اللي أعجبني نظامه، تبقى نظامه فاعل مرفوع بالضمة، وهاء الغيبة برضو مضاف إليه. مهم جدا إنك تعرف لما تلاقي أي فعل اتصل بيه ياء المتكلم، فياء المتكلم دي بنعربها مفعول به، يبقى غالبا الكلمة اللي بعد الفعل ده هتكون فاعل. فلما أقول أعجبني أعرف اللي بعدها فاعل على طول. مش ياء المتكلم بس، عندنا 3 ضمائر مهمين جدا عندك: كاف الخطاب، هاء الغيبة، ياء المتكلم. اتصلوا لك بأي فعل اعربه مفعول به، وغالبا الكلمة اللي بعدهم هتبقى فاعل. لما أقول يحترمك المعلم فاعل. لما أقول يحترمه المعلم فاعل. تكشف في معجمك عن كلمة الجمود في الكشف في المعجم. عندك فيديو شرح وافي للكشف في المعجم، نبعت الرابط للي عايزه. الكشف المعجم بنحاول نجيب ال3 حروف الأصلانيين في الكلمة اللي قدامنا، ال3 حروف اللي أنا ما أقدرش أستغنى عنهم. يبقى الجمود وارجعها لفعل ماضي على 3 حروف، برجعها لفعل ماضي على 3 حروف، يبقى الجمود من جمد. فين جمد؟ الاختيار اللي هو رقم 3، جمد جيم ميم دال. وشكرا لكم. لو الفيديو حسيت ان هو افادك وممكن يفيد حد غيرك، شيره لو سمحت على مواقع التواصل الاجتماعي، على الواتس، على الفيس، على اللي ربنا يقدرك عليه. كلم اهلك، كلم اصحابك على قناة تبسيط المعرفة. ومعاكم ان شاء الله من هنا لحد يوم الامتحان هنقدم كل اللي انتوا تحبوه. واصلا القناة عليها 600 فيديو، يعني على شروحات كتير جدا، وهنواصل معاكم حل المحافظات الجديدة اللي هي مش اللي هي بتاعت السنة اللي فاتت. وربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.